بص يا حبيبي، دول 12 فدان ما لهمش حل، جايبين على القريتين. مساحة البير 84 فدان، شغال على طاقة شمسية وليهم مصدرين مية. 12 فدان، ركز معاي، عليهم زريبة مواشي، حاجة حلوة بسم الله ما شاء الله. تمام، حاجة يعني والله. والسعر آخر الفيديو كده، أنت وتشرب كوباية الشاي وتروق كده وهتسمع السعر، هتجيني على طول، مش هتستنى، أنت هتركب كده وتروح جاي، بس ما تأخرش عشان أنا مستنيك. تيجي تلاقي الارض اتباعت تبقى مشكله، تبقى تزعل مني زي الناس اللي زعلت كتير. ايوه الله ينور عليك، انت شايفني، خلي بالك انا بقول لك. خش بص على الدوار كده والزريبه. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على بسم الله. الله، ده طولات ومداور والدنيا رايقه يا عم الحاج. هي الحاجات الحلوه دي. لا ده عاملين شغل يا عم علي. لا والله ده شغل عالم. هي الحلاوه ده، طولات وعليها مداور. امال كان هيعمل عجول علق صاحبنا ده ولا يا استاذ احمد؟ هو لسه ما رماش العرش، لسه مظبط باين عليه. او كان فيها بهايم والله، بس هو مش عارف العرش فين. لا هو منزل العرش اهوت يا عصام. العرش كان عليها ونازل تقريبا تقريبا بيجدد عشان يعمل معلب. بيجدد. هو كان فيها عرش هدي. ماشي ماشي يا ريسنا. طيب ماشي يا باشا. طيب ديت الزريبه بتاعت الارض. أيوة. الزريبه تيجي لها حوالي 400 متر. تيجي 400 صح؟ حوالي 400 متر. تمام. الارض بص، ادي الكافور قدام الارض اهوت، بص شايف عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. كافور قدام الزريبه. ارض قديمه، ارض قديمه. نظام التقنين بتاع الارض دي يا عصام قبل ما نطلع في الارض. نظام التقنين الارض ديت. ايوه. ارض لها بطاقه زراعيه. تمام. بتصرف كيماوي من الجمعيه. تمام. ارض صندوق، يعني دخلت التقنين بس لسه ما سددتش او ما ايه. أيوة. لسه ما يعني لسه على نظام التقنين، بس لسه ما دخلتش وما تسددش لها فلوس. تمام. نظام صندوق. تمام. بس ايه، ليها حيازه زراعيه، لها تقنين زراعي، بتصرف كيماوي مدعم من الجمعيه. أيوة. تمام. الارض مساحتها على مساحه البير بالكامل على 84 فدان. أيوة. عليه 50 كيلو طاقه. صحيح. عليه ديزل. ليها مصدرين ميه، ليها مصدر البير طبعا، والمصدر السنوي اللي هو الايه، مصرف. وطبعا الارض بتروي مواسير، خطوط ري حديث، غمر. ايوه. تشرب ري غمر. صح. دي تفاصيل الارض بالكامل. الارض بين اللي هو صبيح وعلي بن ابي طالب، راسيه تقريبا قريبه من الاسفلت الري الزراعي، بينها وبين القريه حوالي كيلو تقريبا. تمام. في نفس المنطقه بتاعت الفيديو اللي نزل الاسبوع اللي فات، في نفس البير. أيوة. تمام. بس ده على الناحيه الثانيه. الثانيه كانت خلصانه تقنين. تمام. أيوة. ودفعه وخلصانه خالص، عقد نهائي. لكن ديت لسه بادئه التقنين، ولسه فاضل عليها التسديد. الله ينور. بس عشان تبقى الصوره واضحه للناس ويبقوا فاهمين فرق السعر ديت من ديت ايه. دول 12 فدان. دول 12 فدان. 4 و8. 4 اللي فيهم الزريبه دولي باكملهم بتكملتهم، والثمانيه الناحيه الثانيه، يعني بس الاثنين بتوع واحد وبيع الاثنين مع بعض. أيوة. 12 فدان على بعض بالظبط كده. تمام. يلا نطلع مع بعض كده نشوف. فيهم برسيم وقمح. فيهم برسيم وقمح. نطلع مع بعض بس نشوف الايه، الزراعه عامله ايه. بص يا غالي، شايف نظام الري؟ تقفل هنا بطبه وتفتح هنا تسقي. المحبس اهو. هذا المحبس الرئيسي بتاع التربيه. المحبس تشيل الطبه تربطها هنا تسقي لتحت. وادي الارض زراعتها عامله ازاي؟ ادي زراعه الارض، ادي القمح بتاع الارض. ايوه. 12 فدان ما لهمش حل، بالصلاه على النبي. ده القمح بتاع الارض. ايوه. صار انت رحت فين كده عصام؟ أيوة. رحت فين كده عصام؟ ركز معايا انت بالصلاه على النبي، صلي على النبي يا عمي. رحت فين يا عصام؟ وقعدتوه. رحت فين ايه؟ وقعدتوه في الارض يا عصام. يا طيب غالي. دي الزراعه والقمح بتاع الارض. طبعا تسمع السعر بعد ده كله يا سلام. والله دول سعرهم رايق بصراحه. طيب سعرهم رايق. طيب حاجه هتخليك تركب وتيجي بسرعه كده، مش هتستنى يعني. الارض بسم الله ما شاء الله فيها شجر، حاجات كبيره اهيت. الارض طبعا راسيه على لها طريق عمومي طالع على الاسفلت الرئيسي اللي هو الاسفلت الزراعي. تمام. بينها وبين القريه قلنا ما فيش اقل من كيلو. تمام. وبينها وبين الاسفلت ما فيش 500 متر.
ايوه تمام، برضه عشان تبقى ديت المميزات بتاعتها. ايوه. اتفقنا ان الارض لها بطاقه زراعيه بتصرف كيماوي من الجمعيه. ايوه طبعا الكيماوي المدعم من الجمعيه ده ايه، اراضي قليله اللي بتصرفه، يعني أيوة. الاراضي التقنين الجديد والاستثمار وده كله ملوش البطايق. ايوه ده الاراضي الصندوق القديمه بس هي اللي بتصرف الكيماوي ولها الكارت الذكي. صحيح صحيح. الارض داخله صندوق، الصندوق نظامه ان ايه لسه ما سددش، يعني هو ايه ايوه قننت بس لسه ما تقدر تسدد من الصبح، تروح المجلس وتبدا تسديد يعني. تمام. المكان متقنن هنا في الفرافره او في المنطقه اللي هو صبيح 22400 متقسمه على 7 سنين، تقدر أيوة. تسددهم في 7 سنين. صحيح. تمام، دي باقي الاقساط اللي على الارض صحيح. برضه عشان تبقى في الصوره. ايوه ده البرسيم بتاع الارض اهو. ادي البرسيم، دي فيها برسيم حجازي. البرسيم ده بعد الحش ايوه فيها بسم الله ما شاء الله برسيم محترم مش وحش. صحيح. تمام. شايف البلات اللي هناك دي؟ لا البلد ديت فرض بعديها، ماشي. الارض اللي بعديها بس نفس جوده الارض يعني، برضه ما تنسوش ديت يعني. أيوة. نفس جوده الارض. ادي البال اللي طالع من الارض اللي فوقيها اهيت بسم الله ما شاء الله اهوت، بس مش هي دي الارض، الارض اهيت اللي احنا فيها الشارع اللي احنا فيها ديت، وباقي الارض الناحيه الثانيه على اليمين احنا بتاعنا كده اهوت، بس مش جنب بعض يعني، في بينهم الارض ايه فيها فاصل، في فاصل بين الارض شخصين ايوه اسمين يعني. تمام تمام. تمام. فاحنا هنروح على هناك كده ايه، طبعا ديت جوده الارض بالكامل، البير بالكامل اللي احنا ماشيين فيه ده، فالارض كلها تربه واحده وزرع واحد. ايوه فيعني رقم واحد. بص ارض طينه بسم الله ما شاء الله، ايوه ربنا يبارك لاصحابها واللي هيشتري واللي هيبيع. ان شاء الله. الارض والله العظيم هنا اراضي بسم الله ما شاء الله. يا راجل بسم الله ما شاء الله حاجه. ده باشا انت بتتكلم في اللي هو صبيح زراعه واحد، ايوه يعني ايه التوب، ايوه توب الفرافره هنا. صح كده. اسال اي حد عن اللي هو صبيح. بسم الله ما شاء الله. صلي على النبي صلى عليه افضل الصلاه والسلام. ربنا يبارك ربنا يبارك ربنا يبارك. صلي على النبي كده في الفيديو، صلي على النبي في قلبك. خلينا ايه نشوف البركه. يا جماحي يا جماحي. ده البير كده اللي احنا شغال ماشيين فيه، اللي هو ال 84 فدان احنا ماشيين فيه أيوة. كده كده عدينا، عايزين رايحين نروح للايه لباقي الارض. ايوه تمام. ما احنا ما رايحين، ما وراناش حاجه، رايحين. الحته اللي احنا ماشيين فيها ديت الاسبوع اللي فات عرضنا فيها 5 فدان. ايوه ال5 فدان دول تفاصيلهم هتلاقيها في الفيديو اللي فات. ايوه دول خالصين من الدوله بالكامل، ما عليهمش ولا جنيه. ايوه تمام. لو حابب تعرف تفاصيلهم، لو ما تبقوش يعني لحد النهارده يعني. لحد ما انت ما بتشوف الفيديو يعني. لو لحقت يعني. تمام. لو حابب تشوف التفاصيل بتاعتهم هترجع للفيديو اللي قبل ده على طول. ايوه تمام. ايوه فايه ان شاء الله ايه انت ورزقك بقى. ايوه فيهم 5 فدان بس دول ايه اعلى شويه، لان دول مسددين بالكامل ما لهمش حاجه. كده احنا وصلنا ارض الراجل الناحيه الثانيه اهيت. ايوه ادي الطريق اهوت، ايوه الطريق بتاع الارض ديت برضو. طبعا هناك ليها طريق اللي عند الزريبه، وهنا ليها طريق ثاني. ايوه ماشي يا عم عصام. ان شاء الله. بسم الله ما سمي كده وابدا. بدأنا ماشي. الارض دي فيها هنا قمح وبرسيم وهناك قمح وبرسيم. ايوه اديني وشك يا عم عصام واتكلم يلا. اعطيتك وشي، ايوه. هتجيني ولا اديني وشي بالفاضي، ولا مش عارف انا يعني. عمال اجيب لك في عروضه يا اخي. انا عارف ان انت بتديني اعجابات وتعمل كومنتات وتقول الله ينور وبتاع، بس انا عاوزك تستفيد يعني، تشرفني كده وتشتري لك قراطين يا عم، بلاش 5 6 فدادين 10 فدادين، خليهم قراطين اي حاجه. طيب قول يا حاج قول. دول 12 فدان عليهم الزريبه اللي انت شفتها في التصوير دي. تمام. ارض صندوق، يعني من بكره تدفع لها التقنين التاعي. ليهم بطاقه بيصرفوا كيماوي من الجمعيه. لها كارت ذكي بمعنى صح، مش أيوة. بطاقه دلوقتي. لا كارت ذكي، تروح تضرب الكارت بتاعك في الجمعيه الزراعيه تسحب الكيماوي بتاعك على طول. تمام. ليهم لها مصدرين ميه، مزرعه الطاقه الشمسيه طاقه 50 وجنبيه مولد ديزل. تمام. مولد يعني شغال بالديزل. تمام. والمصدر الثاني على مكنه على المصرف، وقريبه على القريه، جايه بين القريتين. القريه اهي منوره. ايوه اللي منوره دي القريه. ايوه ايوه عشان تبقوا شايفينها. ايوه. طيب نقول مثلا على السعر بتاع الفدان. ايوه بص يا سيدي.
بالنسبة لنظام التقنين، وبالنسبة لنظام الزرع اللي احنا شايفينه، وبالنسبة أيوة. لنظام الري، وبالنسبة للمكان، وبالنسبة أيوة. جنب القرية، وبالنسبة للمواصفات ديت، نتكلم في الأرض دي سعر الفدان كام؟ لو عندك تبيعه بكام يا عم عصام؟ انا هبيعه ب 120، ولو حد عز علي يعني نبقى متساهل معه شويه. سأل كام يعني تسيب له 1000 ولا 2000؟ لا يا اخي 100 200 500 50. ما تجيش على نفسك كده يا عم عصام. ماشي يا عم عصام. يعني سعر الفدان في الأرض ديت كام؟ 120. 120 وقبل التفاوض. قبل التفاوض البسيط. تمام. التفاوض البسيطه. اللهم صل على رسول الله، ربنا يبارك لاصحابها. وطبعا التليفونات كلها هنسيبها تحت الفيديو، او على الفيديو، بتظهر على الفيديو. تمام. وكل سنه وانتم طيبين، ونشوفكم في العروض الجديده اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ناوي تدي اعجاب ولايك وتشير كده الفيديو عشان انت تستفيد وغيرك يستفيد، ولا انت ومزاجك؟ عاوز تشوفنا شير واديني اعجاب، مش عاوز تشوفنا برضه انا مش فارض عليك ان انت تشوفني، انت بتشوفني ذوقيا منك، فايه رايك انت عاد؟ السلام عليكم.